يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه الجلاش القمر دي زي ما انتم شايفينها بالجبن. تحفه جدا، مقرمشه وهشه من بره ومن جوه طريه جدا، حكايه كده بتتكلم عن نفسها والله. زي ما انتم شايفين، تقولوا فطير ما تقولوش جلاش خالص. بصوا شكلها، ظهرها ووشها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، حاجه بتشهي جدا. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة معايا لفة جلاش موجودة عندك في البيت قديمة بايتة، هتبقى حلوة، هتجيبيها من بره مفيش مشاكل. بس لو عندك لفة جلاش وانت مش عارفة تستعمليها في ايه قديمة، هنستعملها بالطريقة دي. هنعمل ايه بقى؟ مش هنكسر الجلاش كده، هنقطعه مع بعض زي ما انتم شايفينه. الطريقة دي سهلة جدا، وكمان ما بتحتاجيش ان انت تورقي فيها الرقاق ولا تحطي سمنة كتيرة ولا تفردي طبقات ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفينها، بس كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنقطع الجلاش كده قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. جميلة جدا وما بتاخدش كمية دهون كتيرة يا جماعة، وده اهم حاجة طبعا ايه في الموضوع. واي لفة جلاش عندك قديمة مكسرة هتنفع معاكي جدا. زي ما انت شايفة كسرتها لنص، قطعتها لنصين كده، قطعت اول نص زي ما انتم شايفينه اهو، وهنقطع النص التاني مع بعض. فتفتناه خالص كده، قطعناه خالص كده زي ما انتم شايفينه. تحطي تحشيها بجبن، انا عشان النهارده الجبن، انتي تحشيها بجبن، تحشيها بلحمه مفرومه، تحشيها بفراخ، تحشيها باي حاجه. دي ترجع لك انتي كما يتراءى ليكي انتي. قطعت القطعه التانية زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى نفككهم من بعض، نفككهم كويس جدا عشان ما يبقوش ايه ملفوفين حوالين بعض كده. بس مش اكتر من كده. جبت صينية دهنتها بمادة دهنية زي ما انتم شايفين كده، عايزة تحطي فيها زيت او سمنة براحتك. وهنزل بايه بالجلاش كده، هنزل بحبة حبة كده بيه لغاية ما اعمل الطبقة الاولانية، وبعدين نشوف الحشوة بتاعتنا. انا كده نزلت ايه بالطبقة الاولانية زي ما انتم شايفين. بس كفايه كده. هننزل بقى عليها بالايه بالجبن. الجبن بقى انا معايا ايه، جبنه فيتا، ومعايا جبنه رومي، ومعايا جبنه موتزاريلا. نزلت اول حاجه بقطع الجبنه الفيتا كده وفردتها كويس على الجلاش زي ما انتم شايفين كده. بس مش اكتر من كده، الكميه اللي انت حباها طبعا. هي المقدار اللي كان معايا ده نص كوبايه. حاولي تفردي بالشوكة لغاية ما تحسي ان هي اتفردت على الجلاش كويس جدا. وبعدين هننزل عليها بالجبنة الرومي. انا جايبة نص كوباية جبنة رومي مبشورة. عايزة تحطي جبنة برمجان مفيش مشاكل، تحطي جبنة رومي، تحطي جبنة صفرة مفيش مشاكل خالص. زي ما انتم شايفين انا بشراها، وهنزل بيها كده الجبنة الرومي. الكمية اللي انت حطاها، انا حطيت يعني مقدار نص كوباية. وبعدين عندي زيتون اسود مخلي كمان هنزل بيه برضو نص كوباية كده. عايزة تحطي زيتون اخضر مفيش مشاكل، عايزة تحطي فلفل الوان برضو براحتك. يعني الحشوة دي بتاعتك انتي، انا بديك الوصفة وانتي بقى ايه تغيري فيها زي ما انتي عايزة. الاساسيات يعني بتاعت الوصفة، وانتي بقى براحتك بقى. فردت الزيتون على الجبنة الرومي على الجبنة الفيتا. بعد كده اخر حاجة عندي جبنة موتزاريلا هنزل بيها. طبعا الجبنة الموتزاريلا هتديها طعم حلو جدا. عايزة تحطي جبنة برمجان مفيش مشاكل، جبنة صفرا قلنا برضو مفيش مشاكل زي ما انت شايفة كده. بصوا، الجبنة الموتزاريلا تفردي بيها بقى ايه الصينية كلها، الطاجن كله زي ما انت شايفة كده. تغطي بيها الجبنة خالص زي ما انت شايفة. تغطي بيها الجلاش كله اقصد. نزلنا بالجبنة الموتزاريلا كلها كده وغطينا كل ايه الجلاش. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كمية طبعا الجلاش الباقية عشان نغطي الصينية، نعمل الطبقة التانية. طبعا هنا ولا حطينا سمنة ولا اي حاجة زي ما انتم شايفين. يعني ايه الدهون؟ مفيش دهون يعتبر خالص غير اللي في ايه في ارضية الايه الطاجن. شفتوا بقى ان هي مش بتحتاج لدهون كتيرة. واي لفة جلاش عندك مكسرة بتنفع. هنفرد كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هنشوف بقى ايه الصوص اللي هنحطه من فوقيها. معايا بيضاية زي ما انت شايفة كده هنزل بيها. عايزة تستغني عن البيضاية مفيش مشاكل. ومعايا كوباية لبن.
طبعا بارد يعني. ومعايا كمان معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة ملح او اقل من النص كمان، هنزل بيها كده. وهنزل معايا دي معلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعايا كمان معلقتين سمنة زي ما انتوا شايفينها كده. عايزة السمنة تستبدليها بزيت مفيش مشاكل، بس السمنة افضل يعني حطينا في كل الحشوة دي يعتبر 3 معالق سمنة كده اللي في ارضية الطاجن والمعلقتين دول. وهنزل بكوباية زبادي مقدار معلقتين. الزبادي ده بيدي طراوة جدا للجلاش، بخليه طري وجميل جدا يا جماعة كده من جوه، بيبقى عامل زي الفطير كده والله زي ما انتوا شايفين. بس كده هنبدأ نقلب المكونات دي كلها زي ما انتوا شايفينها مع بعض كويس جدا عشان تتجانس كلها مع بعض. وبعدين نبدأ نحطها على على طاجن الجلاش زي ما انتوا شايفين. هتحسوا ان هو القوام ده عامل زي الجبنة، زي لبن القاطع كده، عشان فيه الزبادي مختلط معاه فيديكوا السم كده زي ما انتوا شايفين. بصوا عامل ازاي، زي ما انا قلت لكم كده يشبه اللبن القاطع كده معانا. هننزل بيه نغطي بيه الصينية كلها، وبعدين نبدأ نساوي الصينية بأي معلقة ولا بأي حاجة، بحيث ان هو يبقى كله متجانس مع بعضه وكله شارب من قلب الخليط ده. زي ما انتوا شايفين انا خلصت الخليط كده خالص. هبدأ اسويه بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين انا سويته كويس جدا. بس كده هندخل الصينية في الفرن لدرجة حرارة 180. قبل ما انسى، انا جبت طبعا هنا الخطوه دي اختياري، جبت جبنه موتزاريلا ورشيتها تاني من فوق. انت عايزه تحطيها، مش عايزه خلاص هتكتفي بالخليط اللي انت حطيتيه مفيش مشاكل. هنولع الفرن على درجه حراره 180 يكون سخن، وندخل الصينيه في الرف الوسطاني تقعد لغايه ما تحمر خالص، وبعدين نشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين طريقتها سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، كل اللي فيها جبن يا جماعه، ما فيش اكتر من كده. هدخلها بقى الفرن وبعد كده نشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بعد ما طلعت من الفرن الصينيه تحفه جدا زي ما انتم شايفين، ولونها وردي وجميله جدا وهشه من بره ومقرمشه، ومن جوه طريه. هتشوفوها دلوقتي وانا بجسها معاكم كده. بصوا شكلها شهي جدا، شهيه جدا والله العظيم يا جماعه. زي ما انتم شايفين بصوا لونها وردي وجميل. بصوا هشه بقى من بره ازاي وطريه من جوه ازاي، جميله. لسه ما نقطعها مع بعض كمان ونشوفها يا جماعه. حكايه والله يعني، وسهله جدا وموفره ما فيهاش اي حاجه يعني. هنقطع بقى مع بعض. خلي بالك كنت بتقطعيها وهي سخنه، انا بحبها طبعا لازم تكون سخنه، فانا بقطعها وهي سخنه معاكم عشان تشوفوها. طبعا بيبقى طعمها حكايه وهي سخنه يعني. زي ما انت شايفه بالراحه وانت بتقطعي بس عشان ما تفرولش منك. وبعد كده زي ما انتم شايفين احنا قطعناها خالص زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. بصوا لونها عامله زي الفطير، والله عامله زي الفطير زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكلها، بصوا من قدام عامله ازاي ومن ورا عامله ازاي، تحفه زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكلها عامل ازاي، والجبن جوه شكلها تحفه، وطعمها لان انا طبعا مجرباها قبل كده يعني، طعمها بيبقى حكايه والله. بصوا اوريها لكم كده، بصوا وشها وبصوا ظهرها، بصوا لون وردي ازاي، تحفه. لونها وردي وطعمها طبعا لازم ادوقها معاكم، طبعا طعمها حكايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.